السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدتي مستوحاة من قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهي بعنوان خلوة يوسفية. قطوفك دانية والرؤى مسرجات بطين ونار وشيء من الزمهرير، كلامك عذب وحلو وشكلك فيه انسجام خطير، فماذا يضير لو أني انتبهت قليلا إلى جبروت الجمال المثير، وماذا يصير لو أن العشاء الحرام عشاء الأخير. قطوفك صاهلة والرؤى ساهمات، فحلم يحط وحلم يطير، بحارك مزبدة والقلوع مرابطة والمرافي مهيئة للنفير، سماؤك مشرقة بالأغاني وطقسي صبي شهي غزير، فماذا يضير لو أني تهيأت هئت وهيت وأبحرت في وشوشات الحرير، وماذا لو أن العشاء الحرام عشاء الأخير. كأني طفل تراوغني دهشتي بين مد وجزر، فأرنو إلى شمعة في أقاصي الضمير، تمهل قليلا ورد السواقي إلى لحنها والخرير، ورد السيوف المضاء إلى غمدها، والجناح المهيض إلى طلعة في أعالي الأثير. تمهل قليلا فإن وراء السهول انحدارا خطير، فماذا لو أن العشاء الحرام عشاء الأخير. تخيلتني في السعير فوا حسرتاه بمن أستجير، إذا ما دعاني الإله لسوء المصير. تذكرت يوسف في قصرها والحسان يراودنه بالهوى والشذا والعبير، تذكرت يوسف في طهره والعفاف الكبير، فطرت بعيدا بعيدا ومن عادتي أن أطير، جناحاي لم يرضيا سقطتي في طقوس الحرير. شكرا.